بتحسوا ان المذاكره صعبه ومش دايما بتثبت المعلومات؟ النهارده هشارك معاكم نصايح فعاله لتثبيت المعلومات وتنظيم الوقت تساعدكم على المذاكره بشكل افضل. اول حاجه، استخدم ابلكيشن تنظيم الوقت زي تريلو، تو دو ليست تساعدكم في تنظيم المهام اللي وراكم. حطوا جدول زمني وخصصوا وقت لكل ماده، ده هيساعدكم على التركيز. وفي جدول نعمله اسمه important and urgent، ده تقدر تحدد ايه الاهم والمستعجل ان انت تبدا بيه. تاني حاجه، تقسيم الوقت، يعني تذاكروا لمده 25 دقيقه وبعدها خدوا بريك 5 دقائق، ده هيساعدكم على الاستمرار ومش هيخليكم تحسوا باي ملل او تعب. ثالث حاجه، مراجعه المعلومات بانتظام. راجع راجع راجع، حاولوا تراجعوا المعلومات بعد كل درس حتى لو جاي مش قادر، بص سريعه. استعملوا فلاش كاردز او ابلكيشن زي كويزلت، هيساعدكم في تثبيت المعلومات. رابع حاجه، تطبيق اللي اتعلمتوه. حاولوا تطبقوا اللي اتعلمتوه في مشاريع صغيره، مثلا لو بتتعلموا في البرمجه جربوا ان انتوا تعملوا لعبه بسيطه او ابلكيشن صغير، ده هيساعدكم على فهم المعلومات اكتر وبشكل اعمق. خامس حاجه، اشرح لحد. لما بتشرح لحد او تعيد الكلام اللي انت ذاكرته فعلا بيفرق وبتفضل فاكره وبيتخزن في الذاكره طويله المدى، وهيساعدك على فهم الدروس بشكل احسن بكتير. وتقدروا تستخدموا الفيديوهات التعليميه او المقالات او الكتب، كل ما تنوعت المصادر ده بيثبت المعلومه اكتر. لو مشيتوا على النصايح دي هتلاقوا المذاكره اسهل وامتع بكتير. تابعونا واعملوا فولو عشان تعرفوا نصايح اكتر عن التعليم والتطوير الذاتي.